كان يوم هادي جدا في شوارع نيويورك. الدنيا ساقعة جدا والناس كلها ماشية بسرعة. كل واحد شايل همه وشوشهم متجمدة من البرد من التفكير. مش عارف، أنا كمان كنت شبههم، نازل أجيب قهوة أشربها عشان أتدفى ومعاها يمكن أغير اللي في مخي من ضغوط وزحمة الحياة. دخلت محل قهوة صغير في شارع جانبي من المحلات اللي هي كده فيها بتحس بالدفى رغم البرد بره. ريحة البن جوه بتحس إن هي بتحضنك. وأنا واقف في الطابور لاحظت إن في واحدة ست كبيرة في السن واقفة في ركن كده وما بتطلبش حاجة، وما كانش باين عليها إنها داخلة تشتري. كانت لابسة بلطو رمادي طويل وشعرها أبيض طويل نازل على كتفها بشياكة جدا، ونضارتها وقورة وتقول إنها ست مثقفة. بس في حاجة في عينيها، حيرة، ترقب، بس ما قدرتش أحددها وقتها. قلبي راح لها على طول وما قدرتش اكمل تفكير. فضلت باصص عليها من بعيد ومخي عمال يودي ويجيب. كل شويه اسال نفسي يا ترى هي محتاجه مساعده، يا ترى هي مش شايفه المنيو، يا ترى جعانه محتاجه. كان في نيتي اسالها بس بصراحه كنت خايف احرجها. وبعد دقيقتين من الانتظار سالت الموظف اللي ورا الكاونتر وانا بشاور عليها، هي الست دي طلبت اوردر؟ رد عليا من غير ما يبص لي اصلا، لا لسه ما طلبتش حاجه، هي واقفه كده من شويه. في لحظتها اخوكم المصريكاني قرر يتحرك. ما قدرتش ابص لوشها بالمنظر ده ومخي عمال يودي ويجيب. الشهامة المصرية نطت من قلبي قبل عقلي. رحت ناحيتها بابتسامة خفيفة وقلت لها بكل لطف، حضرتك محتاجة حاجة؟ تحبي أساعدك إزاي؟ لفت ناحيتي وبصت لي وابتسمت ابتسامة دافية وكأنها ابتسامة أم، وقالت لي لا يا حبيبي أنا تمام، أنا مستنية الأوردر. اتلخبطت شوية وقلت في عقل بالي أوردر؟ هو حضرتك طالبة من هنا؟ تقولش سمعتني. ضحكت ضحكة خفيفة مليانة حياة وقالت لي أنا شغالة مع أوبر إيتس والزبون زود حاجة على الأوردر فجاي أعملها له. اللحظة دي كانت صادمة بالنسبة لي، مش لأنها ست كبيرة وبتشتغل، لكن لأنها واقفة بشياكة وبثبات وكرامة، وفي نفس الوقت بتشتغل في السن ده. قعدت ابص لها شويه وانا مش مصدق. يعني ايه واحده عندها تقريبا 75 سنه واقفه في البرد ده وتوصل طلبات؟ يعني ايه واحده بالهيبه والشياكه والوقار ده وبتشتغل في المجال ده اللي المفروض انه للشباب وبالطاقه دي؟ ما قدرتش اسكت ولا اعدي الموقف ونزلت بالسؤال التاني، حضرتك بقالك كتير بتشتغلي الشغلانه دي؟ قالت لي وهي بتعدل نظارتها بكل وقار، بقالي تقريبا 4 سنين من ساعه ما سبت شغلي في المدرسه وطلعت على المعاش. المعاش يا دوبك بيكفي الاكل والشرب، وانا لا بحب استلف ولا بحب اطلب حاجه من حد حتى لو كانوا ولادي. سالتها باندهاش شديد، هو حضرتك عايشه لوحدك؟ ردت عليا وقالت لي اولادي عايشين في ولايات تانية، كل واحد منهم مشغول بحياته ومشغولياته، بيتصلوا بيا في المناسبات، لكن الحياه علمتني ما استناش اي حاجه من اي حد حتى لو كانوا ولادي. وسكتت لحظة يا صديقي وكأنها بتبلع ألم مش عايزاه يبان، بس رجعت بابتسامة قوية جدا وقالت لي أنا لسه قادرة وعندي عربية، ليه أقعد في البيت؟ وقتها يا صديقي حسيت إن أنا اللي محتاج أراجع نفسي. أنا اللي لسه في الثلاثينات من عمري وعندي صحة الحمد لله، وبشتكي من صعوبة الحياة وضغط الشغل والروتين، وهي واقفة بتضحك وبتقول لي كفاية إنك واقف على رجليك وعندك صحة، واستغل ده قبل ما الوقت يفوت. وبعدها حاولت تلطف الجو شوية، قالت لي وهو يومي طلع حلو النهاردة وقابلت شاب لطيف وبيعاكسني، وضحكت ضحكة مليانة أمل. نفسي انحنت قدامها ورفعت لها القبعة وبوست إيدها، مش شفقة لكن احترام وتقدير وانبهار. راحت قالت لي قبل ما تمشي خلي بالك من أهلك، من أبوك وأمك، وخليك دايما سند ليهم، ارضيهم واوعى تعمل زي ولادي ما عملوا. ودي كانت الجملة اللي خبطت قلبي وكياني. ساعات الحياة بتخليك تقابل ناس مش متوقع انك تقابلهم، لا من مجتمعك ولا من دايرة معارفك، بس فيهم حكمة وفيهم دفعة وفيهم رسالة متوجهة لك. الست دي كانت رسالة متوجهة ليا، قالت لي قوم اتحرك، ما تكسلش، ما تشتكيش، وما تستناش. صحتك نعمة وشغلك كرامة، ومفيش أجمل من إنك تبني نفسك بنفسك. أنا لما قريت القصة دي اتعلمت منها الدرس وحبيت أشاركها معاكم، يمكن توصل لحد فقد الأمل ويتأكد إن لسه في أمل، وإن دايما في حد شايفك من فوق بيوجه لك رسائل ليك أنت. لو عجبتك الحدوتة شير لايك وسبسكرايب، يمكن تكون السبب في إن إنسان يتشجع يتحرك ويبتسم ويرجع يحارب على حلمه من جديد. أشوفكم على خير.